يا صباح السعادة، شايفين التحفة ده؟ تعالوا بينا نعمل كده شوية بسكوت بالزبدة، حاجة كده بتدوب في البق وبمكونات بسيطة وسهلة. وده بسكوت الزبدة والنشا. النشا وصفة سحر في أي نوع من أنواع البسكوتات والسابليه والبيتي فور. لازم تحطي نشا عشان النشا هينقلك الوصفة بتاعتك في حتة تانية خالص. شايفين؟ وزيناه بأشكال وطرق مختلفة للتزيين هقول لكم عليها. شايفين شكله تحفة؟ لو اول مرة تشوفوني يعني اسمي هدير، ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناة لو عجبكم الفيديو. يلا بينا نبدأ بالمكونات بتاعتنا. اول حاجة نزلنا بكوباية من السكر البودرة، ويفضل ان هو يكون منخول علشان ما يعمليش اي تكتلات، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، ومعلقة كبيرة من النشا. النشا هنا ضروري جدا في الوصفة عشان هينقلها في حتة تانية خالص زي ما قلت لكم. وهنزل بكوبايتين من الدقيق او الطحين. الاكواب اللي انا استعملتها هي اكواب معيارية زي ما انتم شايفين في الفيديو. تمام كده انا نزلت بالمواد الجافة كلها، وما تنسوش طبعا رشة الملح انا كنت حطاها على الدقيق. قلبي بقى المكونات الجافة دي كلها مع بعض بالشكل التحفة ده، وبعدين انزلي بربع كوباية من الحليب بدرجة حرارة الغرفة، وكمان البيضة اللي نزلناها على الخليط كمان بدرجة حرارة الغرفة، وكذلك نص كوباية من الزبدة كمان بدرجة حرارة الغرفة. زي ما قلنا المكونات كلها لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة، الحليب والبيض والزبدة. لو البيض عندك ساقع ممكن تحطيه في شوية مية دافية، وكذلك الحليب ممكن يتدفى. احنا كنا بنلم العجينة مش بنعجن. استعملت بقى المعلقة دي في ان انا اقطع بيها واشكل البسكوت عشان يبقى كله كده بشكل واحد. تعالوا بقى اقول لكم اشكال التزيين. انا عندي دي اللي هي عصارة الليمون استعملتها في التزيين، وكذلك الشوكة دي الفكرة التانية، والفكرة التالتة بالمعلقة. خلصت الكمية بالشكل ده ودخلت الفرن على درجة حرارة 200. قعدت حوالي 12 دقيقة بالظبط في الفرن، وده شكلها بعد ما خرج. وحطيت لها الشواية كده، يعني سخنت لها الشواية عشان تديني شكل من فوق. سيحت زبدة اللوتس وحطيتها في الفراغات اللي احنا عملناها. وفاكرين اللي هي السبريد شوكليت اللي كنا عاملينها قبل كده، برضو زينت بيها. ودي كانت نهاية وصفتنا. عايزة اقول لكم تحفة، هش وسريع، وفعلا لازم تجربوه لان وصفة خطيرة وتستحق التجربة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش طبعا في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. انتظروني بإذن الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.